أهلا وسهلا فيكن حبايب قلبي. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وألذ ملوخية على الطريقة السورية بطريقة سهلة وبسيطة وبطعمي غير شكل. حبايبي تابعوني. حبايبي بتمنى من كل اللي عم يشوفوا الفيديو عم يشوفوا القناة يشتركوا في قناتي ويفعلوا زر الإشعارات حتى يوصلوا كل جديد أنا بنزله على القناة. بشكركن كتير حبايبي من كل قلبي على التعليقات الحلوة اللي عم توصلني منكن. ويلا نبدأ حبايبي بالمقادير. حبايبي أنا عندي هون 200 غرام ملوخية، أنا منقايتها ومنظفتها منيح وهلأ راح أغسلها قدامكم. هيك حبايبي أنا بحط فوق المي وبعصرها مثل ما نكون شايفين. بنغسلها هيك أحسن إذا بكون فيها غبرة أو فيها تراب، يعني هيك بكون أحسن. واحد لما بيغسلها هي نظيفة يعني، بس واحد بيتأكد أحسن إذا انغسلت. وبتكون المي باردة حبايبي، ما مي سخنة. شايفين المي إنه نظيفة يعني ما فيها شي، بس أحسن واحد بيتأكد إنه هي نظيفة. هون حبايبي أنا خلصت غسل. هلا حبايبي رح نبدأ بتقلاية الملوخية. رح نحتاج معلقتين طعام سمنة. هلا رح نحط السمنة على النار ونتركها لحتى تذوب السمنة. هون حبايبي دابت معنا السمنة. هلا رح نضيف الملوخية. أنا هاي الملوخية اللي عملتها بدي أقليها على دفعتين. هلا انتو تابعوا الفيديو بتشوفوا كيف أنا عملتها. هلا حبايبي بنحطها فوق بنقلبها شوي، كل دقيقتين بنقلبها. هلا حبايبي بنضيف إلى معلقة طعم كزبرة يابسة، وبنضيف إلى معلقة طعم توم مهروس، وبنقلبهم هيك شوي حبايبي شي دقيقتين لحتى هيك يصير لون الثوم ذهبي. هيك حبايبي نحن كل ما قللنا الكمية بتطلع معنا أطيب وهيك بتتحمص أكتر، بتعطينا بالأكل طعم كتير طيبة. هلا حبايبي انه شفتوا انه صار معنا الثوم لونه ذهبي. هلا انا رح شيله على النار ورح باشر بالقلوة الثانية. كمان حبايبي هون بنرجع بنحط معلقتين طعام سمنة وبننتظر لحتى تذوب السمنة. وهلا رح نضيف الكمية الملوخية اللي بقت عندي. مثل ما قلت لكم هي الكمية قليلة يعني 200 غرام ما أكتر يعني. نفس الطريقة الأولى يعني إنه بنقلبها هيك شوي، بنخليها شي 10 دقايق على النار. بنقلبها بس صار عنا عود الملوخية ذهبي. بنضيف معلقة طعم كزبرة وبنضيف معلقة طعم توم مهروس، وبنقلبهم هيك حبايبي دقيقتين بس لحتى يصير لون التوم ذهبي نفس الطريقة الأولى. وهاي حبايبي شوفوا انه طلعت معنا هاي الكمية، شوفوا شكلها كيف طالع ما احلى وضلت خضرة. شوفوا على لونها. هلا حبايبي ننتقل للمرحلة الثانية. هلا راح ننتقل لطبخ الملوخي. هلا راح نضيف نص الكمية الملوخية اللي نحنا قليناها. هلا من هون الملوخية لا بدها لا سمنة ولا زيت ولا بدها اي شي، لانه نحن حطينا لها بمرحلة القلي السمنة كفايتها يعني ما بحاجة لشي. هلا هيك حبايبي بنفردها بقلب المقلاي وبنضيف لها قطع الفروج اللي انا سلقته.
أنا هون استخدمت شي 300 غرام فروج، صدر فروج وفخدين. هاي اللي استخدمته أنا، الكمية الفروج اللي استخدمتها، لأنه هي الكمية اللي كمية الملوخية. هيك حبايبي بنفردهم هيك بالتساوي فوق الملوخية. وهلأ بنضيف الملوخية اللي بقت عنا، النص الثاني من الملوخية. هلا بضيف إلى مرقة الفروج، وأنا لما بسلق الفروج بحط بقلب المرقة ورق غار وشي 3 عواد كبش قرنفل ونص معلقة ملح، ما أكتر يعني. والورق الغار بنصحكم تستخدموه، هو كبش القرنفل بيعطي كتير طعمة ولذة للمرقة الفروج. وهذا لتر حبايبي، مرقة الفروج لتر يعني. وهلا رح نضيف إلى عصير ليمون فريش. انا عندي كاست هاي العصير، هلا بضيف في النص وبدوق بشوف اذا بدها بضيف الكمية اللي بقيت، وهذا بحسب الرغبة انتو يعني. في ناس بتحبها حامضة، في ناس ما بتحبها يعني، بس يعني ضروري لازم نحط لها عصير ليمون. واذا ما في عندكم عصير ليمون بامكانكم تضيفوا ملح الليمون، لانه فورا لازم نضيف بعد نحن ما بنضيف في مرقة الفروج مباشرة، لازم نضيف الى الحمض. اذا ما ضفنا الحمض بتصير بتمط وما بقى بيطلع شكلها طيب، ولا يعني هي العين اللي بتاكل يعني ما تتم. وهيك حبايبي طلعت نظامي معي انا، يعني ما ضفت الكاسة كلها، ضل ربعها. وهلا حبايبي بنغطيها وبنتركها لحتى تستوي، يعني كل 5 دقايق بنرجع هيك بنقلبها شوي بنشوف استوت ولا لا. وهي بعد نحن ما بنكون نحن مقلاينها ما بتاكل كتير يعني وقت على النار. هون بعد 5 دقايق حبايبي، لسه ما استوت الملوخية، لسه بدها 5 دقايق، يعني 5 دقايق بتكون جاهز. هون حبايبي استوت معنا الملوخية، شفتوا انه اللتر المرقة الفروج اللي حطيناه كلياتها اخدتها يعني. وهلا حبايبي انا رح اضيف الى الفلفل، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، والفلفل الاسود بيعطيها كتير نكهة للملوخية. او اذا عندكم يعني 7 بهارات كمان بيمشي الحال. وهون حبايبي وصفتنا بتكون صارت جاهزة. وهون حبايبي انتقلنا لمرحلة التقديم، وأنا حبيت هيك أقدمها معكم مباشرة، يعني فرجيكم كيف أنا بحب زين الطبق الملوخي، وهذا الشيء اختياري وبرجع لإلكم يعني. هون حبايبي انا بعد ما صبيتها بجات البلور رح زينها بشرائح الليمون. وهاي الملوخية كتير يعني ما طيب الا جنبها يكون ليمون، يعني الليمون بيعطيك شكل كتير حلو للملوخية وبيعطيها كتير طعمة. شايفين حبايبي انا هيك حبيت زينه، وهذا الشي بيرجع لكم شي اختياري، بس يعني المنظر هو بطعمي وهو العين اللي بتاكل حبايبي قبل التم. شايفين كيف شو طالعة الشكل بشهي، بنصحكم بهاي الطريقة تعملوها. حبايبي هاي الملوخية في ناس بتحب تاكلها بالخبزة مع لبن وفليفلة، وفي ناس بيحبوا جنبها رز، وانا طبخت جنبها رز. واذا بدكم انتو تشوفوا طريقة طبخ الرز ترجعوا لفيديو السبانغ والرز ولفيديو البامي مع الرز، نفس الطريقة حبايبي. وانا هلا رح احطهم بصندوق الوصف. شايفين الرز شو طالع شكله بشهي؟ نفس الطريقة حبايبي، انا على طول هيك بطبخ. شايفين حبايبي شكله كتير بشهي طالع. بنصحكم بهاي الطريقة، مثل ما قلت لكم انا رح احط لكم فيديو البامي مع الرز والسبانغ مع الرز بصندوق الوصف، بامكانكم تدخلوا وتشوفوا طريقة طبخ الرز. وهلا انا حبايبي رح نضيف له ربع المعلقة صغيرة فلفل اسود. الشكل لحاله هو اللي بيحكي حبايبي، والطعم ان شاء الله لما تجربوه رح تعملوه على طول وما رح تنسوا طعمته ابدا. وهذا الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم حبايبي، يعني هاي الملوخية والرز بتقدم معها فليفلي ولبن. شايفين ما شاء الله الشكل لحاله هو بشهي. وهيك حبايبي بيكون غدانا صار جاهز لهذا اليوم.
وهون حبايبي أنا حبيت أقدم معكم صحن التقديم. شوفوا على الطريقة واعملوا نفسها، يعني واحد بغير شكل يعني. وهلا انا رح صب جنبها ملوخية. شايفين ما شاء الله شكلها شو بشهي الملوخية طالعة، والريحة ما شاء الله ما تتخيلوا الريحة ولا الطعمة غير شكل. بنصحكم بهاي الطريقة تعملوها. وهذا شكله حبايبي لصحن التقديم. شايفين شكله ما أحلى؟ كتير بشهي وبيفتح النفس. وهون حبايبي بيكون وصلنا لنهاية وصفتنا لهذا اليوم. بتمنى تنال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وبشكركم كتير من كل قلبي على التعليقات الحلوة اللي عم توصلني منكم، وألف شكر لإلكم حبايبي.